كنت اعرف ان في القصه الاصليه لسنو وايت اللي حاولت تقتلها ما كانتش مرات ابوها ولكنها كانت امها، وكمان كانت ناويه انها تشوه جثتها وتخلع الرئه والكبد وتاكلهم. وفي تفاصيل تانية مرعبه اكتر هحكيها لك بقى في القصه بتاعت النهارده. القصه الاصليه ماخوذه من كتاب كتبه الاخوين جريم، ودول هم نفسهم اللي كانوا كاتبين حكايات الفيري تيلز اللي منها قصه سندريلا اللي انا حكيتها لك قبل كده، واللي دايما القصص بتاعتهم بيكون فيها تفاصيل مرعبه وما تنفعش ابدا ان في طفل صغير يسمعها من قذارتها. الكتاب اللي منه قصه سنو وايت اسمه سنو دروب. بس زي ما اتعودنا انا هحكي لك الاول القصه بتاعت فيلم ديزني اللي احنا شفناه كلنا، وبعدين هرجع احكي لك القصه الاصليه بتفاصيلها. الفيلم بيحكي عن بنت جميله اسمها سنو وايت عايشه مع مرات ابوها اللي كانت بتكرهها وبتعاملها اسوأ معامله، كانت مخليها خدامه في البيت طول اليوم عماله بتشتغل بدون راحه. ومرات ابوها بعد فتره بنعرف ان هي ست عندها انعدام ثقه بالنفس، وطول الوقت شاغله بالها بفكره انها تفضل اجمل واحده، لدرجه ان هي اشترت مرايه سحريه وكانت بتسالها عن مين اجمل واحده في المملكه، فالمرايه كانت كل يوم بتقول لها ان انت اجمل واحده، لحد ما في يوم من الايام كل ده اتغير لما سالت المرايه وقالت لها ان سنو وايت هي اجمل واحده في المملكه، فهي اصلا كانت بتكرهها وبتعاملها اسوأ معامله. ودلوقتي كمان الغيره خلتها تتجنن اكتر، وجابت صياد او قاتل مأجور وقالت له روح خلص عليها. الصياد فعلا بيروح على الغابه وبيقابل سنو وايت وبيبقى هيقتلها خلاص، ولكن في اخر لحظه هو بيشفق عليها وبيقول لها اهربي بعيد لان الملكه عايزه انها تموتك. سنو وايت فعلا بتجري وبتروح الغابه وبتفضل ماشيه لحد ما بتوصل عند كوخ، فبتدخل جوه وبتكون تعبانه جدا فبتنام، ولما بتصحى بتلاقي نفسها متحوطه بسبع اقزام. لما بتتكلم معاهم ويعرفوا قصتها بيشفقوا عليها وبيسيبوها تقعد معاهم، وبتبقى هي اللي بتراعي البيت وبتطبخ لهم وما الى ذلك، وفي المقابل هم اللي بيشتغلوا، والحياه كانت هتمشي تمام. ولكن مرات ابوها بتروح تاني المرايه السحريه وبتسالها مين اجمل واحده، فالمرايه بتقول لها سنو وايت، وكده هي بتعرف ان سنو وايت ما ماتتش، دورت عليها وعرفت مكانها، وبتقرر بقى ان هي اللي هتروح تخلص عليها المره دي بنفسها عشان تتاكد من موتها. فاحنا بنكون اكتشفنا ان مرات ابوها برضه ساحره، فبتحول نفسها لعجوز شمطاء وبتروح ومعاها تفاحه متسممه وبتديها لسنو وايت، وسنو وايت بتاكلها وبتقع في الارض وبنفكر انها ماتت. وبعدها مرات ابوها بتموت موته بشعه بعد ما بتقع من فوق الجبل اثناء العاصفه. الاقزام بيقرروا ان هم مش هيدفنوا سنو وايت تحت التراب، ولكن هيعملوا تابوت مصنوع من الذهب ومن البلور وهيسيبوه في الغابه، وهيحطوا جواه سنو وايت، وكل واحد فيهم هيبقى زي نبطشيه هيقعد يحرس سنو وايت فيها. بتعدي الايام والشهور، وبعدين في امير كان بيحبها وبيبقى ماشي في الغابه، وبعدين بيشوف التابوت بتاعها، ولما بيفتح التابوت وبيقرب منها بقدره قادر سنو وايت بتقوم وبيجي حاضنها بقى وبياخدها معاه على القصر، وبيتجوزوا هما الاثنين وبيعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ودي كانت القصه بتاعت الفيلم. اركنها دلوقتي على جنب وتعالى لي بقى عشان القصه الاصليه اصعب واشنع بكتير في اللي هتسمعه. القصه الاصليه اللي من كتاب سنو دروب بتاع الاخوين جريم بيحكي عن ملكه حزينه كانت قاعده قدام الشباك بتاعها اثناء ديسمبر والتلج عمال بيتساقط، وكانت ماسكه في ايديها حاجه عماله بتطرزها، ولكنها بتعور نفسها بالغلط وقطرات من الدم بتقع على التلج. فهي لما بتشوف الدم موجود على التلج بيعجبها قوي المنظر، وبتتمنى في لحظتها بقى الامنيه انها تخلف بنت صغيره بياضها بياض التلج وشفايفها حمراء زي الدم وشعرها اسود زي خشب الشباك. هي امنيه غريبه انا عارف، ولكن يصادف ان الامنيه بتتحقق وهي بتخلف بنت صغيره فعلا سميتها سنو وايت بتكون بنفس المواصفات دي. وبعد مرور حوالي 7 سنين سنو وايت بتكون كبرت وبدات انها تتعرف في المملكه بانها من اجمل البنات الموجودين اللي كله بيحبها. امها اللي هي الملكه بتكون عندها مرايه سحريه وبتسالها برضه مين اجمل واحده، ولاول مره المرايه بتقول لها ان سنو وايت هي اجمل واحده في المملكه. فالام بتغير من بنتها وبتقرر ان هي هتخلص عليها، وفعلا بتبعت واحد من الخدم وبتقول له انا عايزاك انك تاخدها للغابه وتموتها، وبعد ما تموتها تشوه جثتها وتاخد منها الرئه والكبد وتطبخهم لي وتجيبهم لي عشان اكلهم، لانها عندها اعتقاد انها لو اكلت الكبد والرئه بتوعها ده هيخليها تاخد الجمال بتاع سنو وايت. وفعلا بقى الخادم بيروح على الغابه، فايه اللي هو هيعمله؟ هل هي هتموت؟ ويا ترى النهايه بتاعت القصه عامله ازاي؟ لان هي بتكون نهايه مرعبه انت ما تقدرش انك تتوقعها هتبقى عامله ازاي. ده بقى اللي هحكيه لك ان شاء الله في الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل متابعه ولايك لو عجبتك الحلقه. رمضان كريم عليكم، معاكم محمود زايد، سلام.